يا صباح الجمال، يا صباح السكر، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا أحلى أخوات في الدنيا. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. يلا بقى خمنوا كده، احنا هربنا ورايحين على فين؟ خدنا العربية كده وقت شروق الشمس في الجو الجميل ده والأجواء الحلوة دي. قولوا بقى احنا رايحين فين؟ بصوا عاصم بقى المجنون، قررت اخدهم ونهرب من الحر اللي موجود في البيت ده بجد. هربنا بقى ورحنا على فين؟ يلا خمنوا في التعليقات كده، قولوا لي احنا كده رايحين على فين. عايزه اقول لكم ان الايام دي صعبه جدا جدا بجد، الجو صعب فوق ما تتخيلوا، جو حر جدا. طبعا دي رحلتنا اللي احنا قررنا ان احنا نطلعها ونهرب من الحر اللي في البيت. خدتهم وقلنا نهرب بقى على اجمل مكان واحسن مكان، المكان اللي بيريح الاعصاب اللي بيهدي الاعصاب. رحنا الى راس البر. هتقولي راس البر تاني؟ اقول لكم راس البر يعني انا بعشقها. المكان ده بجد فيه هدوء وفيه راحه وفيه، بصوا فيه يعني انتوا هتعيشوا معايا الاجواء من اولها لاخرها، من بدايه الرحله، من بدايه الطريق اهو الى راس البر الى لغايه النهايه واحنا راجعين. عايزه اقول لكم بقى ان احنا دلوقتي كانت الساعه 5 الفجر. الاجواء دي بجد كانت حلوه قوي يعني. انا بصوا صورت لكم الطريق علشان انا اصلا بحب السفر، عشان الطريق بحب اسافر كده وسط الزرع وسط الجو الحلو ده. وقت الفجريه وقت شروق الشمس بجد الجو بيبقى حلو قوي. وهنا بقى كنا خدنا فطارنا معانا وخدنا عملنا سندوتشات وكنا مجهزين كل حاجة للرحلة. طبعا أنا مجهزة للرحلة دي من شهر، يعني احنا مجهزين لها من شهر ان احنا ناويين ان شاء الله ان احنا نطلعها. هنا بقى كانوا بيدوني السندوتشات عشان يدبسوني ان انا اللي اعملها لهم. طبعا قعدت اعمل لهم في السندوتشات، ما فيش غيري بقى، انا اللي لازم اعمل واديهم. هنا عاصم بقى، عايزه اقول لكم ان عاصم كان فرحان فرحه يعني. بصوا كل يوم يصحى هنروح امتى يا ماما، هنروح امتى، وكنا جايبين مقربشات معانا ساندي كانت بتديني. يلا بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تبخلوش عليا باجمل لايك كده منكم، اكتبوا لي كومنت حلو، اكتبوا لي عايزين ايه بجد تعرفوه هناك عن راس البر، اماكن اروح اصور لكم فيها. تعرفوا انا بص كل حاجه هصورها لكم بالتفصيل في الرحله، اصور لكم اسعار الشقق، هقول لكم الشواطئ الدخول ببلاش ولا بفلوس، اسعار الشماسي، كل حاجة علشان تروحوا وانتوا مطمنين. هصور لكم الاجواء هناك، كل مكان رحنا كل حاجة حلوة هناك هصورها لكم باذن الله. يلا بقى حطوا لايك كده وشجعوني بيه، اكتبوا لي كومنت حلو. عايزة اقول لكم ان انتوا تعليقاتكم بجد بتفرحني، يعني عايزة اقول لكم بتديني طاقة ايجابية، كلامكم حلو قوي، ربنا يسعدكم يا رب ويخليكم ليا. بصوا عاصم كان عايز ياكلني السندوتش، عمال يعزم عليا، منتظر الطريق يخلص بسرعة، عايز يوصل بسرعة. فين بقى البحر يا ماما، فين البحر يا ماما؟ اقول له شوية، كل ما نمشي خطوتين اقول له شوية، مع اني انا عايزة اقول لكم ان انا بستمتع بجد بالطريق. يعني انا بالنسبة لي الطريق ده لوحده فسحة. عايزة اقول لكم ان المتعة بجد بتبدأ من اول الطريق. يعني انا بالنسبة لي المتعة كلها بتبدأ من أول الطريق، كل حاجة في الرحلة بتبقى متعة. عشان كده حبيت ان انا اصور لكم الاجواء. اللي بيحب زي كده يمشي وسط الزرع. عايزة اقول لكم ان انا هنزل دلوقتي من العربية هقف شوية في الزرع، بجد انا بحس براحة نفسية جدا. بحب الطريق قوي وقت شروق الشمس وبحبه بالليل برضو. يعني كل حاجة في الرحلة بجد كانت ممتعة قوي. وطبعا انا كنت محضره كل حاجه من البيت، عملت بقى الاكل بتاعي عشان ما اشتريش اي حاجه من هناك خالص. طبعا لو عايزين افكار للاكل هناك، للفطار، للغدا، كل حاجه اكتبوا لي في التعليقات، ان شاء الله اعمل لكم افكار وفيديوهات حلوه قوي عشان لو طالعين مصيف وكده. عملت فرمت طعميه وحبيتها في اكياس، وعملت دمست الفول عشان ما اشتريش اي حاجه من هناك خالص، عشان التكلفه ما تبقاش غاليه علينا، لان انتوا فاهمين لو اشتريتي اي حاجه من بره بتبقى غاليه غير ما بتعمليها في البيت. فجهزت بقى الفول معانا وعبيته في اكياس والطعميه، واشتريت كرتونه بيض من البيت وعبيتها بقى ببطرمات، بس للاسف عيالي نسيوا بطرمان البيت في البيت. هنا بقى كنا هكمل لكم الاكل، بس اوريكم ان احنا نزلنا وقفنا استراحه، العربيه كانت سخنت مننا، وقفت بقى نزلت وسط الزرع كده، قلت اصور لكم الجو الحلو ده. عايزه اقول لكم ان الجو كان ممتع بجد. قلت اتمشى كده وسط الزرع، كان شكله حلو قوي.
واصور لكم الاجواء كده على الطريق. احنا كنا كده في نص الطريق، يعني انجزنا نص الطريق، فاضل لنا النص التاني. وقفت بقى اتصور كده زي ما انتم شايفين، ساندي وملك فضلوا في العربيه يتصوروا. انا بقى حبيت ان انا انزل اوريكم الاجواء دي، بجد حلوه قوي وسط الزرع كده. الزرع لوحده راحه نفسيه. هتقولي انتي بتتكلمي كتير ليه عن الطريق؟ عشان انا بحب الاجواء دي بجد، بحس فيها براحه نفسيه. نكمل بقى، خدنا معانا ايه؟ خدت بقى زي ما قلت لكم البيض، وخدت خدت 3 علب جبنه، واشتريت الكوفي ميكس طبعا عشان انا ما اقدرش استغنى عنه. اشتريت من هناك برضو عشان ما اشتريش، لان انتوا طبعا فاهمين في فرق اسعار هناك غير عندنا. فجهزت بقى حاجات الفطار، وخدت بطاطس معايا. دي كده كانت الفطار. وروح هناك بقى كل حاجه على الفطار كنت بقوم بسرعه كده احمل لهم بقى الطعميه، اعمل لهم البطاطس، اسلق البيض، الجبنه، بصوا، وعملت بتنجان مخلل كمان. فكل حاجه كانت جاهزه معايا الفطار. الغدا بقى خدت معايا فراخ تبلتها عشان نشويها وهنشوي مع بعض، وخدت بانيه اسهل حاجه طبعا. انتوا عارفين البحر والشاطئ، اسهل حاجه معانا ناخدها المكرونه والبانيه، دي كانت اسهل حاجه. عملت بقى، خدت بقى صلصه صلصتها وعبيتها في اكياس. خدت اكياس مكرونه معايا. كل حاجه كانت جاهزه، وان شاء الله اعمل لكم افكار للمصايف بجد. لو عايزين افكار حلوه اعمل لكم افكار حلوه كده تجهزوها عشان المصيف. هنا بقى كنا وصلنا دمياط الجديده بجد. بصوا البيوت هناك والشوارع بجد حلوه قوي، يعني تمشي فيها لوحدها متعه وراحه نفسيه. هنا كنت حابه اوريكم بقى المنظر. روح خلاص احنا كده بقى قربنا لبوابه السعاده. انا بسميها بوابة السعادة بجد، لان هي فعلا بتحسي فيها بالسعادة والراحة النفسية. انا ما غيرتش راس البر السنة دي لان انا بحبها والله يا جماعة. البلد فيها كل حاجة حلوة. الاماكن فيها هناك شارع النيل، شارع بورسعيد، اللسان، البحر. بصوا كل مكان في راس البر انا بعشقه. غير بقى راس البر كده اهل دمياط، يعني ليا اصحاب كتير هناك، عايزه اقول لهم ان انا بحبكم جدا. ناس طيبه، ناس حلوه بجد، نفسي اشوفهم ونفسي اقابلهم، وزعلت قوي ان انا ما شفتهمش. ناسها حلوين بجد، اجدع ناس. ونسينا بقى نقول عزبة البرج، يعني عزبة البرج دي لوحدها حاجة تانية خالص. طبعا احنا صورنا الحاجات دي قبل كده السنة اللي فاتت. هعمل لكم فيها جولات مختلفة خالص السنة دي بإذن الله. هنروح أماكن حلوة إن شاء الله. هنشوف كل حاجة في راس البر بالأسعار وكل حاجة انتوا عايزين تعرفوها، لأن أنا عارفة إن ناس كتيرة قوي بتدور على الفيديوهات دي في الوقت ده في المصيف، في ميعاد المصيف، بتبقى حابة تعرف قبل ما تروح سعر الشقة ايه، الاخبار ايه هناك قبل ما يروحوا ويتدبسوا. انت عارفين بقى في هناك يعني ناس كويسة جدا، وفي ناس بتستغل الظروف بصراحة. وهنا بقى وصلنا الى زي ما قلت لكم بوابة السعادة، يعني بوابة الراحة النفسية. هنا كنا داخلين من البوابة خلاص بعد ما شقينا طريق حلو كده من مصر لغاية راس البر. هنا كنا واقفين بقى طبعا عشان بوابة الدخول دي. هندخل بقى ونعيش الأجواء. انتظروا بقى أحلى فيديوهات، انتظروا حاجات حلوة قوي هتعجبكم بإذن الله. يلا بقى حطوا لايك، حطوا لايك. أنا عمالة أكد عليكم أهو، وشيروا الفيديو لكل أصحابكم عشان يوصل لهم المعلومات، ويوصل لهم كل حاجة حلوة، ويعيشوا الأجواء معانا. ولسه اللي جاي أحلى وأحلى بإذن الله. هنا بقى بداية السعادة. هنا بقى هصور لكم بقى كل حاجة هنا في راس البر. العشش زي ما بيقولوا بجد لوحدها تحفة، يعني اللي جوه اللي هم بيبقوا جوه البلد أصلا، واللي على البحر دي ليها متعة، ودي ليها متعة تانية خالص. كل حاجة ليها جمالها بصراحة. المنظر حلو قوي. ويلا بقى زي ما قلت لكم، اللي حابب ياخد افكار وعايز افكار كده سندوتشات اكل للمصيف يقول لي، وانا اعمل لكم فيديو مخصوص باذن الله. اللي عايز اي حاجه تخص راس البر يكتب لي في التعليقات، يعرف اي حاجه، يستفسر عن اي حاجه، عايز ارقام اي سمسار بجد يكتب لي في التعليقات، وانا عينيا ليكم. اي حاجه تطلبوها طلباتكم اوامر باذن الله. وعايزه اقول لكم ان السنه دي باذن الله هناخد شقه حلوه قوي. طبعا احنا ما رحناش زي كل سنه نروح ندور. انا رايحه
لحد معين. السمسار ده غير بتاع السنة اللي فاتت خالص. برضو الشقة يعني أنا بعلقكم على أماكن حلوة وبأسعار حلوة ومخفضة. انتظروا الفيديو الجاي بأسعار الشقة، بجولة في الشقة في راس البر أول مطلة على البحر. مش عايزة أحرق لكم الفيديو الجاي، بس عايزة أقول لكم إن حلو قوي. الشقة واخداها على البحر أول مطل بسعر كويس جدا، والراجل اللي أنا خدت منه الشقة بجد راجل محترم جدا جدا، ما يتخيرش عن أبو حمادة اللي احنا خدنا عنده السنة اللي فاتت واللي قبلها. بجد راجل جدع جدا. هيديكوا بإذن الله لو عجبكوا الشقة هيديها لكم بسعر حلو أو مخفض. لأن أنا زي ما قلت لكم إن في ناس هناك بتستغل الموقف وبتعلي الاسعار، وفي ناس بجد عندها ضمير كويسه جدا. فانتوا لازم تدوروا وتعرفوا الكويس مش من الكويس، لاني زي ما قلت لكم في الحلو وفي الوحش. وهنا بقى كنا خلاص وصلنا الى اجمل مكان. خلاص دخلنا راس البر والمكان الحلو اللي بيهدي الاعصاب، وهنعمل ان شاء الله جولات حلوه كتير هناك. انتظروا بقى الفيديوهات الجايه. مش عايزه اطول عليكم، انا صورت لكم الطريق لان انا بستمتع بيه وحبيت ان انتوا تستمتعوا بالاجواء معايا. الطريق لوحده ممتع. انتظروني الفيديو الجاي، هتوحشوني احلى اخوات في الدنيا. باي باي.